هل في فرق لما تقلب بين كيبورد كامل لكيبورد حجمه 75%؟ فانت اول حاجه هتخسرها هي ارقام النمباد، يعني هتبدا تكتب الارقام فوق وده بياخد وقت شويه عشان تتعود عليها، ومش هيبقى معاك الريست باد انك تريح عليهم ايديك، وكمان هتخسر شويه زراير زي زراير السيستم كي، زي انك مثلا تفتح ماي كمبيوتر بشكل مباشر او انك تحط الجهاز على وضع السليب. ممكن تعمل الكلام ده في كيبورد 75% انك تدوس على زرار الاف ان مع زرار علامه الكمبيوتر، لكن انت دلوقتي بتدوس على زرارين مع بعض، وبرده مفيش زراير الماكرو، ودي زراير بتخصصها انك تعمل بيها اي امر، زي انك لما تدوس عليه تخليه يعمل كوبي او بيست للملفات. طب ايه بقى اللي هتستفاده لما تغير لكيبورد حجمه 75%؟ الكيبورد الصغير خلى مساحه الماوس اوسع، يعني استخدامه في الجيمنج هيبقى مريح معاك جدا، فده هيخلي انك تبطل تخبط الماوس في الكيبورد. وللاسف الماوس بتاعي بقى عليه كميه خدوش بسبب الكيبورد الكامل، لانه بيكون واخد المكان كله، وصوت الكيبورد الجديد هادي جدا والضغطات فيه سلسه خصوصا في الجيمنج، وده هيخليك تقلب الاسلحه بسرعه في الالعاب. وكمان اضاءه الار جي بي بتكون فيه اقوى، فهتلاقي ان الاضاءه بتطلع من بين الزراير بشكل اجمل. وعجبتني العجله بتاعه الصوت انك بتقلله وتزوده، وبضغطه واحده عليها بتكتم الصوت. فبصراحه التغيير ده ريحني جدا، وكيبورد 75% ده اكتر حجم مثالي للمونتاج والجيمنج، فانصحك انك تجرب بنفسك ورابط شرايط الكيبورد هتلاقيه في التعليقات.